السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ان شاء الله. نخليكم مع القصة. كيقول صاحب القصة: كنت كنبغي واحد البنت وكنت غادي معها بالنية اللي بغاتها انا معها، وكانت كتجيب معها واحد بنت خالتها. واحد راس العام درت معها باش نتلاقاو. وصلت الوقيته كنصوني ليها ما كتجاوبش، صونيت شحال من مره والو، تخلعت كيسحاب ليا غا واقع عليها شي حاجه. ايوا مني دازت واحد ساعتين تفكرت بلي كانت كتصوني عليا من النمره ديال بنت خالتها، ديك بنت خالتها اللي كانت كتجي معاها مره. مهم صونيت عليها، قلت لها ياك لاباس كنصوني عليكم ما كتجاوبونيش. هنا كانت المفاجأة صرحاتني، حيت كانت كتشوف التعامل ديالي معها وشنو كندير على ودها. قالت لي بانها مع واحد اخر كتخونني معاه. شحال هذا وما كتستاهلنيش، وديك الهضره كامله تما طلعت لي القرده ديال بصح. ما نكذبش عليكم، كون شتيت هذاك الوقيته كون راني كندوز في الحبس على ودها. ايوا لغدت ليه صونات في العشيه ولقاتني برت وكنفكر كيفاش نرد ليها الصرف. المهم بدات كتعطيني في الاعذار، حقا حطيت التليفون ودرت سيلونت، لا ما سمعتوش وكذا. واحد شويه غوت عليها ولكن ما بينتش ليها. من بعد تلاقينا ومشيت عند واحد الذهبي صاحبي ولد الدرب، عاودت ليه البلان، قلت لها عزلي الخاتم اللي بغيتي. وهي من دوك الطماعات عزلت خاتم غالي. قلت لها انا نعطيه التسبيق وكل شهر نتخلص نعطيك شويه حتى نكملو ونجيبو لك في الخطبه. هي هذيك دازت تقريبا 3 شهور وهي شاده معايا الطريق، فين ما نعيط لها هادشي كنديها للدار كندير معاها كاع داكشي اللي يطيح على بالكم. ايوا دازت الايام والشهور وحنا هكاك. قالت لي امتى غتجي لدارنا؟ ايوا وانا جبت ليها راس العام ومعاه مندوزاتو بالسميه حيت بنت خالتها قالت لي كلشي وبالتفاصيل. قلت لها سيري عنده دابا هو يجي لداركم. باش مره اخرى بدات تفلي على ولاد الناس، انتقمت منها بلا ما نخمم في العواقب. حتى داز داكشي وبقى فيا الحال بزاف. كون غير عطيتها اتساع ودبر راسها، ولكن ما رضيتش. حسيت بالشمته كيفاش كاين. انا كنت غادي معها بالنيه وهي ضحكات عليا، وكيف ما كاين كيد النساء كاين حتى كيد الرجال. وكانت هذه هي القصه ديالي مع هاد بنت الناس. راه ماشي غير نتوما البنات اللي كيضحكوا عليكم، راه حتى حنا الرجال كيضحك علينا.